السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بندير معاكم وصفة جديدة وهي السبونج كيك أو الجنواز أو الكيكة الإسفنجية. وطبعا بندروها إن شاء الله لعمل أي تورتة انت تبي تديريها، بس تتبعي الخطوات وإن شاء الله تنجح معاكي من أول مرة. أول حاجة يعني هنعملها، هنجيب الطبق وهنحط فيه 4 بيضات، نكسر فيه 4 بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ أو من التلاجة عادي خالص، مفيش أي مشاكل، لأن الكيك ده احنا هنعمله بالمحسن فمش بيبقى فارق معاه الموضوع خالص، بدليل ان احنا هنحط كل المقادير مع بعض. فاحنا هنا هنكسر ال4 بيضات، وبما اننا حطينا بيض يبقى لازم هننزل بليمون على طول. تمام، هنحط عصير نص ليمونة بدون طبعا بذر ولا اي حاجة، عصير نص ليمونة. وهنجيب 190 جرام من السكر بما يعادل كوباية من السكر، هنشيل منها معلقة واحدة. وهنحط ظرفين من الفانيلا، هنا فانيلا دريم اللي هي الحبيبات، هننزل بيه ظرفين. وهنجيب المواد الجافة وهي الدقيق، هنحط كوبايتين من الدقيق 250 جرام، وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقتين من النشا. هنخلط كل المكونات الجافة ونلتزم ان احنا كل المقادير لازم يعني نحافظ عليها بالوزن بالظبط، بحيث يعني ما نزودش ولا يعني ما نلعبش في المقادير. تمام، انا هنا بنزل النشا عشان النشا طبعا بيرخم وبيلزق في الحاجات. تمام، وبعدين هحط نص كوباية من المية بما يعادل 100 ملي. هنا عندنا بقى اهم حاجة في الموضوع ده كله، وهي معلقة المحسن جل. انا هحط منه معلقة ونص، هو ده كيس بيتباع، معلقة ونص من محسن الجل بتاع الكيك الاسفنجي. تمام، انت يعني اي عطار هتروحي له وتقولي له كده، او اي سوبر ماركت. هو الظرف ده بتاع المتحدة، وطبعا ده احسن يعني حاجة منتج نزلوه بالحجم ده، يعني لانه الجراتل الكبيرة دي بيبقى اهدار على الفاضي، يعني طبيعي مش هعمل كل يوم سبونج، هو مش بيستعمل الا في السبونج بس. وهنا هنحط رشة من الملح، طبعا المقادير كلها انا هحطها في صندوق الوصف بالتفصيل. هننزل بقى بالمكونات الجافة اللي احنا خلطناها من شوية مع بعض. و هنبدأ هنضرب قد ايه بقى في السبونج ده، هنضرب من 8 دقايق ل 10 دقايق ضرب متواصل عادي، لو فصلنا يعني ونرجع تاني كده لحد ما المهم يبقى عدينا 8 ل 10 دقايق. تمام، عشان نتحصل على القوام المطلوب اللي هو يعني هنشتغلوا بيه على طول. هنضربه كده كويس، وهنشيل طبعا الجناب دي كلها، عشان الجناب دي كلها هنلاقي فيها من كل المكونات اللي احنا حاطينها، هنلاقي المحسن قاعد متطرطش، وده طبعا مش حاجة لطيفة انها تحصل. هناخد بقى الاطراف دي كلها نلمها، وهنبدأ نضرب تاني. وانا هنا عايزة اوريلكم مراحل الضرب، طبعا انا مش هصور يعني ال10 دقايق كاملين، هو الفيديو كله 7 دقايق، فانا طبيعي يعني مش هكمل يعني ال10 دقايق كلها في الضرب، بس انا حبيت اوريلكم بس ايه القوام اللي احنا عنده هنقف. تمام، حتى لو انا قايله لكم على 8 دقايق او 10 دقايق، بس يعني بما اني اول مره اعملها معاكم فانا حبيت اوريكم القوام اللي عليه احنا اللي هنقف عنده يعني. طبعا الكيك السبونج ده طبعا ليه عدة طرق، بس دي اسهل طريقة، اللي هي هتحطي كل المقادير مع بعض، يعني هتكتبي المقادير عندك او تاخديها سكرين بعد ما هتنقليها ان شاء الله من صندوق الوصف، وتعمليها كله على بعض وتضربي وتدخليه في الفرن، وكده انتهينا خلصنا. وان شاء الله هتظبط معاكي من اول مرة، ما تقلقيش خالص يعني. تمام، انا بوريلكم المراحل اللي هي بتاعه الضرب، احنا هنا وقفنا خلاص، هي دي اخر مرحله. انا عايزه القوام ده انا هوريها لكم بالسباتيولا بحيث يبقى الموضوع ظاهر معاكم اكتر. هي بتبقى شبه عامله زي الكريم شانتيه، يعني كاننا ضاربينه اهو، هي ده الكيك عادي. هناخد بقى صينيه مقاس 26، وهنبطنها بورق من ورقة زبدة، نحط فيها ورقة زبدة من تحت بس، مفيش داعي نحط من على الجناب، عايزة تحطي براحتك. هجيب بقى المعلقة واغطسها في مية عشان بس الوش الكيك يبقى متساوي، هو طبيعي هيتساوى لوحده بس مفيش مشاكل يعني، زيادة تأكيد. وده جنب انا عاملاه عشان بس اسلك الجناب واشد من الورقة دي، خلصت القصة. تمام، عشان ما نقعدش نحط على الجوانب يعني،
بورقة الزبدة، مش محتاجين ده كله، هي ورقة من تحت وبنسيب لها جنب كده نسحب بيه وخلصت القصة. هنسخن الفرن على أعلى درجة وهندخله الفرن على درجة 180 أو 170 لأن القوام تقيل، فاحنا عايزين نصبر عليها شوية ونحطها في الرف اللي في النص ونسيبها لحد ما تعلى خالص ونتأكد إنها استوت. هنديها وش من فوق ووش بسيط قوي لأن احنا مش محتاجين إنها تاخد ايه وش والكلام ده، يعني خلاص هي كده طلعت معانا. أنا عايزة بقى أوريها لكم إيه لمّا بردت وقلبتها، القوام اللهم بارك يعني خطير، كل يعني كلّها واخدة لون واحد، لون ممتاز بصراحة، وده طبعًا بيبقى راجع لتسوية الفرن وهي المروحة يعني اللي في الفرن هي اللي بتوزّع الحرارة بتخلّيه بالشكل ده، وإن إحنا لمّا نحط في الأول ما نفتحش فوق وتحت، نحط تحت بس، وبعد ما ترتفع نرفع بقى إيه، بعد ما ترتفع يعني وخلاص اتأكدنا إن هي استوت، وهنلاقي الجناب بتاعتها واخدة لون يعني، هندّيها بس وِش من فوق وخلصت القصة. أنا هنا حبيت بس أورّيها لكم من تحت، كلّها نفس اللون. ما فيش أي مشاكل خالص، إن شاء الله هتعجبكم جدًا، بس اتبعوا الخطوات يعني ما تعملوش أي حاجة. هناخدها بقى بالمنشار وهنقطّعها حلقات وهنبدأ نشتغل بيها، وبكده هتكون الوصفة بتاعتنا انتهت. إن شاء الله تعملوا الطريقة يا ريت. هاسيب لكم طبعًا زي ما قُلت لكم في الأول ال آمم هاسيب لكم الطريقة مكتوبة في صندوق الوصف، خدوها بس screen أو أي حاجة واشتغلوا على طول إن شاء الله، بس اتّبعوا أي كلمة أنا قُلتها يعني اتّبعوها، وإن شاء الله هتبقى يعني القوام بُصّوا sponge cake يعني كإنِّك يعني لمّا تعمليه بقى تورتة هيطلع لِك يعني كإنِّك شارياها بالضبط. أنا هنا قطّعت 2 ودي آخر واحدة، آخر قطعة هي عريضة لأ، فأنا هاضيّق المنشار. ما عندكيش منشار ممكن بخيط، ما عندكيش خيط المنشار الكبير، عادي خالص يعني الموضوع بسيط، وبكده تكون انتهت الوصفة. إن شاء الله تعجبكم، اشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش، اعملوا لي لايك، اللايك مش بيتعب، بيبسطني خالص وبيشجعني وبيحمسني إن أنا أواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.